اللي هو سيدنا أنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إليه الحجاج ويعني يريد أن يبطش به، ولكن لما دخل سيدنا أنس على الحجاج قام الحجاج ورحب به وسلم عليه، وكأنما صار تلميذا لأنس بن مالك. فلما ذهب أنس قالوا له: أنت هيأت أن تبطش به، ما الذي غيرك؟ قال: والله رأيت فحلا من الإبل على رأسه لو كلمته لأكلني. قالوا: لعل رسول الله خصه بشيء من الدعاء إذا دخل. قال: اذهبوا إليه. عطى لأولاده 200,000 درهم، قال: أعطوها لمالك وخذوا منه هذه الكلمات. فأبى سيدنا أنس بن مالك خادم رسول الله أن يقبل الفلوس، وأبى أن يعلم. قال رسول الله: أخذ علي العهد أن لا أعلم هذه الكلمات للسفهاء. فانتظروا إلى أن مات، فسألوا أنس خادم أنس أو الذي كان عند أنس: هل علمك؟ قال: نعم، ولكن أوصاني أن لا أبوح بهذه الكلمات حتى يموت الحجاج. فلما مات الحجاج علمهم هذا الدعاء. قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، فلا أخاف معه من شيطان ولا سلطان ولا سبع. هذا الدعاء: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله افتتحت وعلى الله توكلت، الله الله ربي لا أشرك به أحدا، أسألك اللهم خيرك من خيرك الذي لا يعطيه أحد غيرك، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت، اجعلني في عياذك وجوارك من كل سوء ومن الشيطان الرجيم. اللهم إني أستجيرك من كل شيء خلقت وأحترس بك منهن، وأقدم بين يدي ذلك من أمامي قل هو الله أحد من أول الإخرة، ومن خلفي كذلك، وعن يميني ومن فوقي ومن تحتي، وتقرأ 6 مرات قل هو الله أحد. هذا الدعاء الأول. أما الدعاء الثاني، الفضل بن الربيع كان وزيرا لهارون الرشيد، قال: دخلت على الرشيد أمير المؤمنين فإذا بين يديه سيارة سيوف، يعني مجموعة من السيوف وأنواع من العذاب. هي طبعا ما بحضروها إلا إذا بده يعدموا واحد. فقال لي: يا فضل. قلت: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: علي بهذا الحجازي، يعني الشافعي. فقلت: إن لله وإنا إليه راجعون. ذهب هذا الرجل، وكان الفضل تلميذ الشافعي، ومع ذلك بده يروح يجيبه طالما أمر أمير المؤمنين. قال: فخرجت وبي من الغم والحزن لمحبتي للشافعي، لفصاحته وبراعته وعقله، فجئت إلى بابه فقلت له: أجب أمير المؤمنين. فقال: أصلي ركعتين. فصلى ثم ركب بغلة كانت له، فصرنا معا إلى دار الرشيد. فلما دخلنا الدهليز الأول حرك الشافعي شفتيه، فلما دخلنا الدهليز الثاني حرك شفتيه، فلما وصلنا بحضرة الرشيد قام إليه أمير المؤمنين كالمقصر معه. شو إذا واحد مقصر مع الثاني يقول له: دخيلك سامحنا، لا تواخذنا، عذبناك، صار يعتذر. قال: فأجلسه موضعه وقعد بين يديه يعتذر إليه. مين القعد بين يديه؟ هارون الرشيد. وين السيوف؟ وين الصنارة؟ هذول اللي جالسين عرفانين بده يقتلوا. لما دخل سيدنا الشافعي وعاملوا هالمعاملة ذهلوا، ما بقى يعرفوا إيش يتكلموا. قال: وخاصة أمير المؤمنين قيام ينظرون إلى ما أعد له من أنواع العذاب، وإذا هو جالس بين يديه معتذرا. فتحدثوا طويلا الشافعي وهارون الرشيد، ثم أذن له بالانصراف وقال: يا فضل. قلت: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: احمل بين يديه بدرة. البدرة مصرة صغيرة، السرة فيها 1000، البدرة فيها بدها تحكي من 10,000 وانت طالع من الدراهم. قال: احمل إليه بدرة لا يحملها إلا بلا مؤاخذة حصان أو بغل.
قال احمل إليه بدرة من الدراهم، فحملت. فلما سرنا إلى الدهليز الأول قلت سألتك بالذي صير غضبه عليك رضا إلا ما عرفتني ما قلت في وجه أمير المؤمنين حتى رضي. فقال لي يا فضل. قلت لبيك أيها السيد الفقيه. قال خذ مني واحفظ عني هذا الدعاء: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، وأنا أشهد بما شهد الله وأستودع هذه الشهادة وهي وديعة لي عند الله يؤديها إلي يوم القيامة. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وبركة طهارتك وعظم جلالك من كل طارق إلا طارقا يطرق بخير. اللهم أنت غياثي فبك أغوث، وأنت عياذي فبك أعوذ، وأنت ملاذي فبك ألوذ، يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له أعناق الفراعنة، أجرني من خزيك وعقوبتك، فإني في حرزك في ليلي ونهاري ونومي وقراري، لا إله إلا أنت، تعظيما لوجهك وتكريما لسبحاتك، فاصرف عني شر عبادك، واجعلني في حفظ عنايتك وسرادقات حفظك، وعد علي بخير منك، أي منك أي من عندك يا أرحم الراحمين. إذا بدأت تدخل على إنسان أو كذا قل هذا الدعاء. صلوا على رسول الله 10 مرات. اللهم صل